عنق الرحم هو إجراء جراحي بيتم فيه استخدام الغرزة عشان نغلق عنق الرحم لمنع حدوث الإجهاض أو الولادة المبكرة. يعني زي ما بتقولي كده بنكشكش عنق الرحم شوية عشان يضيق، وده اللي بنعمله في حالات ضعف عنق الرحم أو قصر طول عنق الرحم، ده عشان نمنع حدوث الولادة المبكرة. احنا ليه اصلا ممكن نفكر نعمل حاجه زي دي؟ ده بنلجأ له في حالات الاجهاض المتكرر، وخاصه في التلت التاني من الحمل، او لو حصل ولادات مبكره سابقه. وبرضه بنلجأ له في حالات قصر عنق الرحم، او لو عنق الرحم واسع لدرجه ان الكيس اللي حوالين الجنين نزل. ايه افضل وقت تعملي فيه؟ افضل وقت ان احنا نعمل الاجراء ده هو الشهر التالت من الحمل، بين الاسبوعين ال 12 وال 14. وبعض الاحيان ممكن نعمل الاجراء ده في وقت متاخر من الحمل شويه، وده اللي بنسميه الربط الطارئ لعنق الرحم. ده بيحصل غالبا بعد ما عنق الرحم ابتدى يفتح شويه. في الحاله دي غالبا في مرات الحمل الجايه هنحتاج نكرر الاجراء ده. متقلقيش، هو اجراء مش لازم يتم لكل الحوامل، بيتم الحالات اللي ذكرناها بس، او لو شايفين ان لا قدر الله ممكن يحصل ولاده مبكره او لا قدر الله اجهاض. فهو اجراء بسيط غرضه الحفاظ على البيبي واننا نكمل الحمل بسلام عشان تقومي بالسلامه ان شاء الله.